السلام عليكم حبايب، شلونكم؟ ان شاء الله يا رب الكل بخير وعافية. ورجعنا وياكم بوصفة جديدة من وصفاتنا اللي هي وصفة كلش طيبة، وهي لحم مثروم بالفرن. طبعا من الاكلات او الوصفات المفضلة عندي. مثل ما تشوفون عندي لحم مثروم وبصل وثوم، هذه المكونات مالتها. هسه راح اجي اول شي اللحم المثروم، تعرفون راح اخليه كوب من المي واتركه لين يتغير لونه، يستوي شوية ويتغير لونه. وراح اثرم البصل والثوم، اثرمهم ثرم ناعم. واللي ما يحب الثوم طبعا طعم الثوم ابد ما يبين بهاي الاكلة، اكلة كلش طيبة. بعد ما نشف عندي اللحم، جبت البصل واللحم مثروم اللي قطعته ناعم كلش، ترمته مثل ما تشوفون، وراح اخلطه ويا اللحم. راح اجيب شوية كركم، المنكهات كركم، بهارات مشكلة او بهارات كاري اي نوعية عندكم، ورشة ملح، فلفل اسود. راح اكتب لكم المقادير كلها بالوصف، تلقوها موجودة. نخلطها زين، نتركها على نار هادئة لمدة 10 دقايق إلى أن يستوي الثوم عندي والبصل. تشوفون يعني يتغير لونه ويختفي تقريبا. هاي هيجي صار عندي بعد مرور 10 دقايق. استوى الثوم والبصل عندي. بعدها راح أشيله من النار وأجيب هنا بيضتين، أضيف لهم شوية فلفل أسود وملح وأخلطهم. نخلطهم خلطة زينة. بعدها راح أجيب أي نوعية قالب عندكم، إذا عندكم قالب مربع بعد أحسن، يعني يطلع القطع مربعة مرتبة أكثر. بس أنا ما متوفر عندي هذا القالب، كنت أستخدمه للكيك. راح أجي أخلي الحشوة بيها اللي هي اللحم والبصل والثوم، وبعدها أساويها. لازم يكون عندكم متساوي السطح كله، يعني مو صفحة نازلة وصفحة لا صاعدة. راح أساويه كله وأضيف البيض فوقه. طبعا من الأكلات المفضلة هاي عندي، مثل ما قلت لكم كلش طيبة، وخاصة إحنا على أبواب شهر رمضان كلش طيبة للفطور أو السحور، ومفيدة بنفس الوقت. هسه البيض راح أضيفه فوقه وأزرفه شوية بالخاشوقة حتى يدخل البيض جوا، وبعدها أساوي. وراح أدخلها للفرن لمدة 10 دقايق من جوا ومن فوق بس تتحمر، وأطلعها. هاي بعد ما طلعت من الفرن، بعد شلون بس اخذت حمار شوية من فوق، البيض استوى عندي. اجيت قطعتها، تقدرون بقطع تخلون مواعين صغار، او انتو شلون ترتبوه براحتكم. بعد هاي اكلتي المفضلة مثل ما قلت لكم، كلش طيبة، جربوها، اتمنى تعجبكم. وانتو مثل ما قلت لكم شلون تحبون تقدموها قدموها. أنا هنا مواعين صغار، مثل إذا عندكم عزيمة أو شي يفضل أن تخلوها بماعون صغير وتقدموها، يصير يعني أكثر عدد أكثر. وهاي النتيجة النهائية، إن شاء الله يا رب عجبتكم، ومع السلامة.